ولدت ببيت عائلة ريفية، بيت طين. الصبح بالمدرسة، بعد المدرسة يجي عندنا حلال، بقر، نعاج، غنم. أروح أسرح، من أرجع أروح ألعب فرق شعبية. والدي كان بالجيش، أخوي بالجيش، عندنا وكالة مال مواد غذائية، عندنا أرض زراعية، عندنا حلال. بنينا بيت بلوك يعني الحمد لله والشكر، الحين بيت مال مدينة سكننا به. انقتل والدي، بعدها من رجعت بأول يوم العيد لقيت أهلي بكركوك، أخوي ماخذينه مطلعين أهلي من البيت، فجروا البيت، وهسه نازحين بكركوك. أيمن حسين من اللاعبين المواهب اللي يعني ما تدرج خلال الفئات العمرية، يعني من خلال يعني مواصفاته البدنية ومن مواصفاته القتالية، إضافة إلى يعني إيجادته بالألعاب الهواء، يعني يكون مواصفاته أشبه قريبة إلى يونس محمود، يعني لاعب طويل يرتقي بالهواء، لاعب شجاع داخل منطقة الجزاء، لاعب يتابع الهجمة، يتوقع صحيح، تركيزه الذهني عالي. أول انطلاق في الدوري المحوري يد هوك، بفضل الله، بفضل الكابتن خالد حماد صبار، نادي هوك انه احتضنني، لعبت وياهم موسم، رغم انه اول موسم اني بعض المباريات كنت مدرج. تعرف لاعبي المنتخب كانوا مهند عبد الرحيم، علاء عبد الزهره، صالح سديد، يعني لاعبي منتخب، انه اتشرف انه العب وياي. نادي النفط استقبلني استقبال اظل يعني، ولهم مديون طول العمر يعني. بعد اعتزال يونس محمود، انا اعتقد البديل هو المناسب اللي راح يكون افضل من يونس بالمستقبل، هو ايمن حسين، لان هو عمره صغير، ويعني الان يعني بدا التركيز عليه يعني بالجانب الفني بالتدريبات. ان شاء الله يعني ايمن حسين، يعني ما اقدر اقول لك الموسم يجي او الموسم اللي بعده، لكن ها كل شيء مشيئة بيد رب العالمين.